المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: رئيس السياسة أفورقي يغادر الصومال متوجها إلى كينيا. تطورات المؤتمر الوطني الدولي حول البحوث. اختتام المؤتمر الوطني الخامس للآثار الجانبية للأدوية. أمريكا تتوعد الصين في مارس القادم بعقوبات تجارية. مقتل 6 مسؤولين أمنيين في باكستان. ومحادثات المناخ تضع مسودة اتفاق نهائي قبيل اختتامها. أهلا بكم مشاهدينا. وصل فخامة رئيس السياسة أفورقي مساء يوم أمس الجمعة 14 من ديسمبر إلى جمهورية كينيا، مختتما أعمال زيارته الرسمية لجمهورية الصومال الفيدرالية التي استغرقت يومين. وحظي فخامته لدى وصوله إلى مطار نيروبي الدولي باستقبال حافل. لمزيد من التفاصيل التقرير التالي بصوت الزميل نور الدين خليفة. شهدت مراسم الاستقبال عرض المارشات العسكرية. وكان فخامة الرئيس السياسة أفورقي في زيارته إلى الصومال التي استغرقت يومين في الفترة من 13 و14 من ديسمبر الجاري قد تفاكر مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد حول عدد من القضايا، وتوصل إلى تفاهم لتمتين العلاقة التاريخية بين البلدين. أجرى الرئيسان مباحثات ثنائية في فيلا الصومال، واتفقا على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال المزيد من التعاون في جميع المجالات ذات المنفعة المتبادلة، بما في ذلك التجارة والاستثمار والعلاقات بين الشعبين. وجدد الرئيسان التزامهما بتعزيز زخم التعاون بين دول القرن الأفريقي مع التركيز على الشراكة الإقليمية من أجل التنمية المشتركة والتقدم والازدهار. وعبر الرئيس السياسة أفورقي عن دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية لإنشاء مؤسسات أمنية قادرة على تأمين السلام والأمن للشعب الصومالي، وإدراكا كاملا للحاجة إلى نهج شامل ومنسق للتصدي لمخاطر الإرهاب والفقر في العصر الحديث. اتفق الزعيمان على الاستمرار في إقامة شراكة قوية لمصلحة البلدين والمنطقة. وأكد الزعيمان على أن هناك العديد من التحديات المشتركة بحاجة التوصل إلى حل مشترك لها، واتفقا على تعزيز التضامن والدعم المتبادلين في مواجهة التحديات التي تواجهها دولتيهما بشكل فردي وجماعي. وأشار الزعيمان إلى أن التعاون الإقليمي الفعال أمر حاسم للتغلب على العقبات المشتركة المتمثلة في انعدام الأمن والإرهاب والفقر وتدهور البيئة التي تواجه المنطقة. ويدرك الزعيمان أن السلام والاستقرار في الصومال يصب في مصلحة الشعب الصومالي والمنطقة ككل، وأي محاولة لإخراج الزخم الحالي في المنطقة ستعرقل دون شك التقدم الذي يحرزه الصومال باتجاه السلام والمصالحة. إن القادة متحدون لمجابهة نشر أي معلومات مضللة وذات دوافع سياسية، ويدعون الجميع للمساهمة بشكل إيجابي لدعم جهود السلام والاستقرار في الصومال. وأشار الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد في التصريح الذي أدلى به لوسائل الإعلام الإريترية إلى أن زيارة فخامة الرئيس السياسة أفورقي إلى الصومال فخر واعتزاز للشعب للحكومة الصومالية، موضحا بأنهما اتفقا على بذل مساع حثيثة من أجل إعادة السلام والأمن الذي فرق الصومال لحوالي 30 عاما إلى مجاريها. وكان في وداع فخامة الرئيس السياسة أفورقي لدى مغادرته مطار آدن عبدولي بالعاصمة الصومالية مقديشو الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، ونائب رئيس الوزراء السيد مهدي عبده، ووزير الدولة في الخارجية الصومالية السيد عبد القادر خيري، وغيرهم من الوزراء وأعضاء المجلس وكبار المسؤولين في الحكومة الصومالية، حيث قاموا بتوديع فخامته بحفاوة كبيرة. دشن في 4 من ديسمبر الجاري مجلدان يوضحان تطورات المؤتمر الدولي الذي نظم في الفترة من 20 وحتى 22 من يوليو 2016 في العاصمة أسمرة بالتعاون بين وزارة الشؤون الخارجية الإريترية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار الدراسات البحثية الإريترية الطريق إلى المستقبل. وفي المراسم التي نظمتها المفوضية الوطنية لمؤسسات التعليم العالي والأبحاث في فندق باسويرا، وشارك فيها كبار المسؤولين في الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات
المعنية والشركاء، تم التوضيح بأن المجلدين يحتويان على 53 بحثا في 1182 صفحة، وتشتمل البحوث على علم اللغات والفن والتاريخ والشؤون الاجتماعية والثقافية والمساواة بين الجنسين والقانون وعلم الأرض والحوادث الحالية والزراعة والبيئة وعلم الحفريات والموروثات الأثرية والإدارة التجارية وعلم الاقتصاد والتطور التكنولوجي، بالإضافة إلى غيرها من المواضيع الهامة. وفي الكلمة التي ألقاها المدير العام للمفوضية الوطنية لمؤسسات التعليم العالي والأبحاث الدكتور هيثم محتون، ذكر فيها بأن هذا التطور يدفع قدما بالمؤتمرات التي تنظم في المستقبل، مشيرا إلى بدء التحضيرات لتنظيم مؤتمر ثان انطلاقا من النتائج المحققة مسبقا. من جهته أشاد البروفيسور سيفي برهي الذي قيم المجلدان بالخطوة المتخذة، موضحا بأن البحوث المجموعة تلعب دورا لا يستهان به في نشر معلومات موضوعية عن إريتريا وتنمية الأوراق البحثية، مستعرضا القصور والإيجابيات التي يحتويها المجلدان. في الختام أشار البروفيسور زمانفس تسيغي الذي شارك في إعداد وتحرير المجلدان إلى أن الأوراق البحثية المقدمة قيد من فيض، وما تبقى هو الأكثر ويتطلب عمل دؤوب، مشيدا بمقدمي البحوث. هذا وقام بإعداد هذه البحوث المثقفون الإريتريون والأجانب العاملون في الكليات الوطنية والمؤسسات الحكومية، وكذلك المثقفون الإريتريون والأجانب والمشهورون على المستوى العالمي في أوروبا وأفريقيا وشمال أمريكا. اختتم المؤتمر الوطني الخامس للآثار الجانبية للأدوية في 14 من ديسمبر الجاري فعالياته، أو اختتم فعالياته التي نظمت ليومين تحت شعار كل التقارير مفيدة في الوعي الصحي والمحافظة على الحياة. وشهدت مداولات المؤتمر الوطني الذي شارك فيه ممثلون عن المهنيين الصحيين القادمين من مختلف أقاليم البلاد، شهد مناقشات واسعة حول الآثار الجانبية للأدوية، وخاصة أثناء معالجة أمراض السل والملاريا وغيرها من الأمراض. كما قدمت في المؤتمر أوراق بحثية حول تلك الآثار وكيفية الحد منها. وناقش المشاركون في المؤتمر عددا من المواضيع، أهمها تعزيز الطرق العملية التي تساعد على نقل المعلومات في الوقت الحالي فيما يتعلق بالآثار الجانبية للأدوية، والتنسيق الجيد بين المراقبين والموزعين، إضافة إلى المهنيين المنفذين والمستفيدين، وكذلك التحديات التي تواجه المهنيين الصحيين في هذا المجال، والمسؤوليات الواقعة على عاتق المنتجين والموزعين في حال وجدت آثار جانبية في الأدوية، والأعمال القانونية المتعلقة بمتابعة الأدوية وغيرها من المواضيع. في الختام قدمت جوائز تشجيعية للمهنيين الصحيين، وخاصة المهنيين الناشطين في إقليم عنسبة الذين اختيروا لتقديم تقارير هامة فيما يتعلق بالمعايير والتعدد والتكامل، إضافة إلى استمرارية الكفاءة والآثار الجانبية للأدوية. وفي الكلمة التي ألقاها المدير العام لقسم مراقبة الغذاء والدواء السيد ياسم بهتة في ختام المؤتمر، ذكر فيها بأن الوعي الراسخ فيما يتعلق بالآثار الجانبية للأدوية يعد العمود الفقري لمراقبة الدواء، معبرا عن أمنياته الكبيرة بأن تسهم مساهمة ووعي المواطنين الكبيرة على ضمان استمرارية الإنجازات التي تحققها إريتريا بخصوص متابعة الآثار الجانبية للدواء. في إطار المساعي والجهود الحثيثة الجارية لتطوير القدرات المهنية للمعلمين، قام فرع جمعية المعلمين في إقليم عنسبة ومكتب التعليم في مديرية مصوع بتنظيم دورات مهنية لتعزيز قدرات وأخلاقيات المعلمين المهنية وخلق طلاب أكفاء يتحلون بقيم المجتمع السمحة. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا نتابع التقرير التالي بصوت الزميل محمود عبد الله. نظمت دورات تأهيلية لتطوير قدرات وتعزيز أخلاقيات المعلمين المهنية في مديريتي عتكليزان ومصوع. وشارك في الدورة التي نظمها فرع جمعية المعلمين في إقليم عنسبة في 7 من ديسمبر الجاري بمديرية عتكليزان أكثر من 50 من المعلمين ومدراء المدارس القادمين من كافة المدارس المنتشرة في المديرية. وألقى رئيس الجمعية الأستاذ كبرام جبرزجي كلمة قال فيها أنه ورغم أن الجمعية لا زالت تقدم دورات تأهيلية مختلفة إلا أنها تقدم هذه الدورة للمرة الأولى خارج مدينة كرن حاضرة الإقليم، وسوف يستمر تنظيمها في كافة مديريات الإقليم. وأضاف قائلا أن على المعلمين الشعور بالفخر والاعتزاز بمهنتهم والحفاظ جيدا على القيم التي تراعي احترام ومكانة المجتمع المدني وأداء الأمانة الواقعة على كاهلهم كما ينبغي. واشتملت الدورة على ضمان قيمة ومبدأ المهنة التدريسية وتعزيز علاقة المعلمين بالطلاب والآباء وزملائهم في العمل، وتنشئة وتوفير طلاب أكفاء
يتحملون المسؤولية بتعزيز الأخلاق المهنية التي تبنى بين المعلمين. كما أضفت المناقشات والآراء والتوصيات المقدمة في الدورة المواضيع أكثر فعالية. في غضون ذلك نظم مكتب وزارة التعليم في مديرية مصوع في 12 من ديسمبر الجاري دورة مماثلة لرفع قدرات أعضائه ومعلمي المدارس الثانوية الناشطين في المديرية، واشتملت الدورة على إدارة الفصول الدراسية ومهارات التدريس ووضع الخطط وسبل تنفيذها، إضافة إلى معايير وسبل إعداد الامتحانات وغيرها من المواضيع الهامة. ويهدف ذلك لمساهمة المعلمين في إحداث تغيير جذري في كافة الطلاب المستفيدين من تراكم التجارب المكتسبة. وألقى مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ إسماعيل صالح كلمة أوضح فيها بأن الدورة هي استمرار للدورات التي نظمت لمعلم المدارس الابتدائية والمتوسطة، معبرا عن أمنياته الكبيرة لتساهم الدورة في تحسين كفاءة الطلاب، إضافة إلى مساهمتها الفاعلة في إنجاز أعمالهم. وأوضح الدارسون بدورهم أن المعلومات التي اكتسبوها تهيئ أرضية صلبة لتطوير قدراتهم المهنية وتبادل التجارب الثرة فيما بينهم، داعين لاستمراريتها بشكل منتظم وعميق. تم توضيح بأن تقوية الأنشطة الرياضية في القاشبركة وخلق شباب رياضيين أكفاء لا يتم إلا بالتعرف على المعوقات التي تعرقل تقدم الأنشطة الرياضية. وفي الاجتماع التقييمي الذي نظم في 10 من ديسمبر الجاري في مدينة بارونتو وشارك فيه ممثلون للأنشطة الرياضية ومسؤولو الوحدات في الإدارة والمالية في المديريات، تم التأكيد بأن الإقليم شهد العام الماضي نواقص وقصور فيما يتعلق بإدارة الأنشطة الرياضية وعدم توظيف الميزانية والتسهيلات وملاعب رياضية غير كفؤة وقلة الاهتمام وانحصار الأنشطة الرياضية في المناسبات الوطنية فقط. ونتاجا لذلك لم تستغل القدرات الشبابية الرياضية كما يجب. وأشار السيد تسفاي تكي مسؤول فرع الرياضة في الإقليم إلى تنظيم أنشطة رياضية متنوعة في الإقليم مثل كرة القدم والسلة والطائرة وألعاب القوى والدراجات الهوائية وتنس الطاولة والريشة والأنشطة الرياضية التقليدية وسباق الهجن، إلا أنه في الوقت الحالي ونتيجة لمختلف المعوقات انخفض مستوى المنافسات الرياضية وانحصرت في أنشطة قليلة فقط، مذكرا بتعزيز دور ومساهمة المجتمع المدني والجهات الحكومية لإيجاد آليات وحلول جذرية لهذه المعوقات. وأوضح بأنه تم توظيف ممثلين رياضيين في 13 مديرية في الإقليم لتنشيط وتفعيل الأنشطة الرياضية وتقديم دورات تأهيلية حول التحكيم وإنشاء اتحادات رياضية ومواصلة العمل لتهيئة أرضية صلبة للرياضة الأهلية. وذكر المشاركون بدورهم بأن التقييم ساعدهم للتعرف على النواقص والقصور التي كان يعاني منها الإقليم في المجال الرياضي، وقدموا آراء وتوصيات هامة من ضمنها منح اهتمام أكبر لمشاركة السيدات في كافة الأنشطة الرياضية في الإقليم وتحسين ملاعب الرياضة والدفع بتنظيم الدورات التأهيلية الرياضية. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي، حدد مكتب الممثل التجاري الأمريكي رسميا الموعد المقرر لزيادة سعر التعرفة الجمركية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار يوم 2 من مارس المقبل. ولم يؤثر التغيير على التعرفة الجمركية السارية بالفعل ونسبتها 25% على سلع تكنولوجية صينية قيمتها 50 مليار دولار وتشمل أشباه الموصلات ومكونات إلكترونية أخرى وأجهزة ومركبات. وعزى البيان التغيير للمحادثات الأمريكية الصينية الجديدة بهدف التوصل إلى إنهاء الإجراءات والسياسات والممارسات التي يغطيها التحقيق، بعد اجتماع عقد في أول ديسمبر بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في بوينس آيرس. هذا وأعلنت وزارة المالية الصينية تعليق فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة ومكوناتها لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من يناير المقبل. قتل 6 مسؤولين أمنيين في هجوم بجنوب غرب باكستان يوم الجمعة عندما تعرضت قافلتهم لإطلاق نار كثيف في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع إيران. وشهد إقليم بلوخستان المتوتر عددا من الهجمات على أفراد الأمن، لكن الحوادث الكبيرة انخفضت بشدة منذ عام 2016. وقال وزير الإعلام في الإقليم ظهور أحمد بوليدي لرويترز إن 6 من أفراد قوة فرق الحدود شبه العسكرية المسؤولة عن الأمن في المنطقة
قتلوا في إطلاق نار كثيف بمحاذاة امتداد جبلي لطريق في منطقة كيخ، وأصيب 14 آخرون في الهجوم الذي لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه. وينشط في الإقليم المتاخم لأفغانستان أيضا إسلاميون متشددون موالون لحركة طالبان وتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، فضلا عن متمردين محليين يقاتلون الحكومة المركزية. توصل مفاوضون من نحو 200 دولة إلى مسودة بخصوص كيفية تنفيذ اتفاق باريس لمكافحة الاحتباس الحراري، لكن ثمة خلافات لا تزال قائمة مع اقتراب اختتام مؤتمر المناخ العالمي في بولندا. وكانت رئاسة محادثات المناخ في كاتوسيه ببولندا قد طالبت بوضع مسودة للاتفاق النهائي، وذلك بعد مفاوضات دامت نحو أسبوعين، لكن ذلك لم يتحقق إلا في اليوم الختامي. وتحدد المسودة خيارات لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ الذي جرى التوصل إليه عام 2015، ويهدف إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم إلى أقل من 2 درجات مئويتين. وظلت الخلافات بشأن التمويل حجر عثرة في المحادثات، وكذلك مراقبة وتقييم جهود الدولة لخفض الانبعاثات. سجلت الأسترالية إيرين أوشيا رقما قياسيا عندما قفزت بالمظلة وهي بعمر 102 سنة. فبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية أن أوشيا أصبحت أكبر معمرة تقفز بالمظلة من ارتفاع شاهق وصل لنحو 4000 كيلومتر. وبحسب أوشيا فإنها تهدف من خلال قفزتها لجمع تبرعات للحمل التي تقوم بها لمرض يصيب الجهاز العصبي، والذي كانت ضحيته ابنتها المتوفية عن عمر ناهز 67 عاما. ووفقا لما نشرته وسائل إعلامية، توفيت ابنة أوشيه منذ سنوات عديدة بمرض العصيون الحركي، وأرادت أوشيه أن تستخدم قفزتها باعتبارها أكبر شخص يقفز قفزا حرا بالمظلات لنشر التوعية بالمرض. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم إلى ما كنتم. إلى اللقاء.